رمضانك هو رمضاني، هو رمضان أي حد. بلغ هذا الشهر المبارك ده كعبادة. أنا هصلي وهصوم، وأنت هتصلي وهتصوم وهتقرأ وردك كذلك برضه. أما كأفعال، كشغل، كمذاكرة، كقضاء المهام، ده بيختلف تماما تماما من شخص لشخص تاني. فيه اللي بيحب يقضي نهار رمضان في الشغل، وفيه اللي بيحب يقضيه في المذاكرة، وفيه اللي بيحب يقضيه نايم. فرمضاني غير رمضان غير رمضان أي حد بلغ هذا الشهر في الأفعال اللي هي المذاكرة والشغل وقضاء المهام المختلف. فالفيديو ده إن شاء الله نتكلم عن المذاكرة في رمضان. في الأول قبل ما نبدأ الفيديو اتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اللي بننزله. ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. وفيديو جديد. رمضان واحد ولكن بيختلف على حسب كل شخص. أنا هبص له من أي زاوية. في ناس شايفاه إنه فرصة إنه يخس، وفي ناس شايفاه إنه فرصة إنه ينجز أكتر بسبب الصوم، ومش بيفكر في الأكل أو الشرب، لأن الصوم مش هيخليك تضيع وقت الأكل والشرب، وكل نص ساعة ولا كل ساعة تشرب كوباية شاي أو تاكل أو ده بيأثر على تفكيرك، وبتكون شاغل تفكيرك بيه طول الوقت. رمضان فرصة لازم تستغلها في العبادة، في المذاكرة، شغلك، في أي حاجة أنت بتقوم بيها بعيدا عن التليفون، طبعا بعيدا عن الأشياء اللي بتضيع وقت. نتكلم عن المذاكرة. أنت طبيعي هتذاكر في رمضان، ولكن إحنا عايزينك تذاكر أكتر، مش تذاكر وخلاص. البرنامج اللي أنت ماشي عليه أكيد هيتغير في رمضان. فإحنا عندنا 3 برامج أو 3 أنظمة أو 3 روتينات، سميهم زي ما تسميه، تمشي عليهم في رمضان. أول برنامج بعد التراويح، إنك تصلي التراويح وبعدين ترجع تبدأ مذاكرة. التراويح غالبا هتخلص 8:30 9 إلا تلت، تقول 9 على ما تظبط أمورك وتبدأ مذاكرة. هتذاكر من الساعة 9 لغاية الساعة 3:30، وبعدين تتسحر كده 6 ساعات ونص، وبعدين تتسحر وتصلي فجر وترجع تنام. الفجر بيخلص على الساعة 6 كده، ترجع تنام لحد الساعة 12. دول كده 6 ساعات تنامهم، ودول كافيين جدا جدا. وتروح تصلي الظهر وتذاكر شوية من الظهر لغاية العصر. هتكون لسه صاحي من النوم، فيكون عندك طاقة شوية كده 2.5 أو 3 ساعات. وبعدين من العصر للمغرب تقعد في المسجد تقرأ الورد بتاعك وتتعبد في المسجد، وتصلي المغرب وترجع تفطر وتستعد للعشاء والتراويح، وتعيد نفس السايكل دي مرة تانية. ده كده أول برنامج، وده فيه 9 ساعات مذاكرة. تاني برنامج بعد صلاة الفجر، إنك تصلي الفجر وترجع. هتكون الساعة 6:30، تبدأ مذاكرة لغاية الظهر، وتقعد بعد صلاة الظهر ساعة ولا حاجة في المسجد تقرأ قرآن، وترجع. حبيت تذاكر ماشي، مش حبيت تذاكر تنام الساعتين أو الساعة ونص دول لغاية العصر، وتصحى تصلي العصر وترجع تذاكر من صلاة العصر لحد المغرب أو قبل المغرب بنص ساعة كده، وتفطر وتصلي المغرب، تستعد للعشاء وتصلي العشاء والتراويح، وترجع. لو كنت نمت الظهر تذاكر ساعتين ولا حاجة بعد التراويح. لو ما كنتش نمت كنت ذاكرت، تنام لغاية السحور وتصحى تتسحر وتصلي الفجر وتعيد نفس السايكل مرة أخرى برضه. فالبرنامج ده فيه برضه 8 ساعات مذاكرة، اللي هو 6 ساعات بعد صلاة الفجر، اللي هو أما ترجع من صلاة الفجر الساعة 6 لغاية الساعة 12، والساعتين اللي هما بعد العصر. دول كده 8 ساعات إنك تذاكر فيهم. وده النظام الأحب إلى قلبي، وهو إنك تذاكر بعد الفجر في الهدوء اللي هو بيكون بعد الفجر. بتسمح لإن المعلومات تدخل في ذهنك وتترتب بانتظام، وهتكون هادي ولسه صاحي من النوم، مفيش أي مشتتات خالص. زائد أنت لازم تتعود على النظام ده، لأن ده الوقت اللي هتمتحن فيه، فلازم تكون صاحي وفايق في الوقت ده. لو متعود على النوم بعد الفجر هتروح هتكون نعسان في اللجنة بتاعة الامتحان، ومش هتركز خالص في الامتحان. ده بالنسبة للبرنامج أو النظام التاني. ثالث برنامج أو ثالث نظام، إنك تجمع ما بين برنامجين دول، إنك تصلي التراويح وترجع تذاكر لغاية الساعة 12، وتنام للفجر وتذاكر من بعد الفجر لغاية الساعة 9، وتنام للظهر، ومن بعد الظهر لغاية العصر مذاكرة، وتصلي العصر، ومن بعد العصر لغاية المغرب تكون قاعد في المسجد تقرأ الورد بتاعك، تعبد في المسجد، وتفطر وتصلي العشاء والتراويح، وتعيد نفس السايكل مرة أخرى. ده برضو في وقت كتير، ولكن عندك عقبة، مش هتعرف تواصل على النظام ده لسبب إيه؟ أول سبب، أنت مش بتاخد دورة نومك الكاملة مرة واحدة. بمعنى المفروض عدد ساعات نوم الإنسان بيكون من 6 إلى 8 ساعات، فمش هتاخدهم
كلهم مرة واحدة فمش هتعرف تركز في مذاكرتك. تاني سبب مش هتعرف تمشي عليه على طول. يعني مثلا أول نظامين أنت لو عايز تلتزم على واحد فيه ونومك مش متظبط، الحكاية كلها إنك تطبق في النوم يوم واحد بس تمشي على النظام ده وهتكون الدنيا تمام. أما النظام ده عشان تمشي عليه فهتحتاج إنك تطبق كذا يوم عشان تظبط النوم بتاعك وتمشي على النظام ده. ولكن برضو في ناس نصحوني بيه وبيمشوا عليه بينجزوا عادي جدا جدا. انت بقى لو حبيت تسألني ايه افضل نظام، اقول لك اللي هو النظام رقم 2، انك تصحى تذاكر بعد الفجر، بتكون فيه كل حاجة مهيئة انك تذاكر. ده من وجهة نظري. اكتب لنا في التعليقات ايه افضل نظام انت شايفه من وجهة نظرك انت، او النظام اللي انت ماشي عليه. وبس ده كان فيديو النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل اللي بننزله. ولو عندك سؤال اكتبه في التعليقات، هنرد على كل اسئلتكم. والسلام عليكم.